لو عاوزة البسكوت بتاعك يطير من على الصينية من كتر الخفة والهشاشة والجمال، يبقى لازم تتابع الفيديو ده للآخر. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشادر الصعيدي بتاع الأمهات، البسكوت الاقتصادي بالمقادير التمام المظبوطة بالشعرة، وصفته الأصلية وصفة أمهاتنا بتاعت زمان. بسكوت هيطلع معاكي زي ده وأحلى كمان، حتى لو انتي مبتدئة إن شاء الله هتطلعي نتيجة حلوة جدا، لأن كل الأسرار والتركات معانا في الفيديو ده. بالنسبة للمقادير هنحتاج كوباية إلا ربع من الحليب، كمان 5 بيضات من بيض المزارع، وهنحتاج معانا كمان كوباية وربع من السكر، ولو بتحبي حلاوته زيادة شوية خليهم كوباية ونص من السكر الأبيض الحبيبات، وكمان معانا كوباية كاملة من السمنة. لو عايزة تخلطيهم زيت وسمنة تخليهم ربع زيت وتلات أرباع سمنة براحتك خالص. بالنسبة بقى للنشادر عندي 25 جرام من النشادر، ولو انت ما عندكيش ميزان هوريكي قدام شوية ازاي تعايريها بالمعلقة بالمقادير المظبوطة. معلقة النشادر دي هندوبها في الحليب، وعشان عندنا كمية بيض لازم هنحتاج كمية من الفانيليا علشان زفارة البيض، 4 باكتس 5 باكتس أو معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة. بالنسبة للبيكنج باودر هنحتاج منه معلقة صغيرة أو 5 جرام، مش هناخد الكيس كله. وما ننساش رشة الملح. ودي كل المقادير بتاعتنا هسيبها لكم في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوباية للي حابب. يلا بينا نخبزها احلى وندخل على الفيديو بتاعنا، بس ما تنسيش تضغطي لايك علشان الفيديو يطلع وكل الناس تشوفه. والمقادير دي طبعا على كيلو دقيق، وده نوع الدقيق اللي انا استخدمته واللي فاجئني بصراحه من جماله. دقيق جميل جدا، لو لقيتوه اشتروه واستخدموه يا جماعه. نسبه البروتين فيه كانت 10، وده المطلوب للنواعم، انها البروتين فيها ما يكونش كتير علشان تدينا مخبوزات هشه وجميله. عايزه اقول لكم بقى حاجه مهمه جدا جدا، لما تيجوا تستخدموا الدقيق الاول طبعا لازم تنخلوه وتوزنوه تمام، وتتاكدوا ان هو كيلو. خلاص بعد كده بقى ما تحطوش لما تيجوا تعجنوا العجينه بتاعتكم ما تحطوش كيلو الدقيق كله، تسيبوا منه معلقتين في الاخر، لان ممكن تحتاجوهم وممكن ما تحتاجوهمش. هنشوف الخطوات دي مع بعض. الاول طبعا هنجيب المكونات السائله بتاعتنا في الخلاط، مفيش اسهل من كده. البسكوت ده سهل جدا جدا يا جماعه، مفيش اسهل منه والله. هننزل بالخمس بيضات كلهم، وهننزل عليهم طبعا بالفانيليا، وعليهم كمان السكر، وعليهم السمنه، كله على بعضه ما تخافوش يعني، كله في الخلاط على بعضه. ربع معلقه صغيره من الملح. ودلوقتي هندوب النشادر في الحليب، هننزل بمعلقه النشادر في الحليب. ولما نيجي نعاير النشادر لو ما عندناش ميزان بنعايرها بالشكل ده، معلقه كبيره من معالق الاكل، ما تكونش مليانه بشكل هرمي قوي، وما تكونش كمان ممسوحه. الممسوحه بتبقى 10 جرام، المليانه بشكل هرمي بتبقى من 30 ل 35 جرام. انا محتاجه 25، عايزه 25 جرام، يبقى هاخد المعلقه في الوسط، لا هي ممسوحه ولا هي هرميه. دوبت النشادر في الحليب، والمفروض النشادر دي طبعا نكون مختبرينها من قبل ما نستخدمها بشويه خل او بشويه حليب علشان نتاكد من صلاحيتها. لازم تعمل فوران يا جماعه. تمام. هننزل بقى بالمواد السائله بتاعتنا، وهننزل عليها بالدقيق. انا عارفه الدقيق بتاعي مختبراه، وعارفه ان انا هستخدم الكيلو كله يعني، بس انتي علشان هتكوني اول مره تعمليه ما تحطيش الكيلو كله. هنزل بمعلقه صغيره من البيكنج باودر وهبتدي اعجن. وهنا بقى هيبتدي الكلام المهم. النواعم يا جماعه ما بتتعجنش. البسكوت علشان ما يعضمش معاكي ويشد عرق يبقى المفروض ما تعجنيش، بتقلبي بس زي ما انت شايفه كده باطراف صوابعك لحد لما العجينه كلها تتداخل، يعني الدقيق كده زي ما نقول الدقيق يختفي والمواد السائله تتشربه، وخلاص على كده. مش مطلوب نعجن خالص، لو عجنا البسكوت هيشد عرق معانا وهيعضم. طيب نيجي بقى لقوام العجينه. قوام العجينه مهم جدا جدا. ليه بقى؟ لان لو العجينه محتاجه دقيق هتفرش معانا في الفرن، لو الدقيق زاد مننا البسكوته هتفتح معانا في الفرن. فاحنا نعمل ايه؟ نظبط قوام العجينه زي ما قلت لكم، ما ننزلش بالدقيق كله لان انواع الدقيق بتختلف. طيب لو انا نزلت بالدقيق كله والعجينه اتشربت ولسه محتاجه معايا دقيق، انا ضفت معلقتين كمان زياده على الكيلو. تمام، انتوا ممكن تحتاجوهم وممكن ما تحتاجوهمش، خلوا بالكم. تمام. قوام العجينه زي ما انتم شايفين كده، العجينه بتفصل من الطبق، يعني مش بتبقى لازقه في الطبق، بتبقى لازقه في ايدك. تمام، لان انت طبيعي لسه ما غسلتيش ايدك، ولكن مش بتبقى لازقه في الطبق، بتبقى بالشكل ده. هنغسل ايدينا ونشوف القوام العجينه مع بعض. بصوا قوام العجينه ده القوام المظبوط، هي مش بعد ما غسلت ايدي مش لازقه في ايدي، والعجينه معانا بتقطم، يعني مش بتمط. لو بتمط يبقى انت كده عجنتي كتير، لا العجينه معانا بتقطم. ده القوام المظبوط للعجينه يا جماعه. هنريحها كده على جنب على ما نجهز الصواني بتاعتنا ونجهز المكنه
ونشغل برضو الفرن بتاعتنا. انا بدهن الصواني بتاعتي بالسمنه، عايزه تدهنيها بالسمنه براحتك او بزيت براحتك، لكن السمنه بتبقى احسن. البسكوت ده لازم ندهن له الصواني يا جماعه، علشان البسكوت ده مفيهوش نسبه سمنه كتير فبيلزق، فلازم ندهن الصواني. السمنه كمان بتساعد ان البسكوت يحمر من تحت وياخد لون حلو. خلاص، هناخد بقى حته من العجينه بتاعتنا وهنبتدي بقى نشتغل فيها ونشكل في المكنه. طبعا هنشغل الفرن من قبلها على حراره 200 220 على حسب فرنك. البسكوت ده بيدخل على فرن سخن. تمام. هننزل بقى بالبسكوت بتاعنا في الصاجات. عايزاكي تشوفي بس شكل البسكوت وهو نازل من المكنه، بيبقى شكله سموث كده، ما فيهوش خرافيش ولا اي حاجه. ده عكس بسكوت النشادر بتاع المحلات، خلوا بالكم علشان الوصفه دي مختلفه عن بسكوت النشادر بتاع المحلات. لان في ناس قبل كده لما انا عملت البسكوت ده قبل كده قالوا لي ان النشادر كتير. لا يا جماعه، دي وصفه ودي وصفه تانية خالص. بصوا شكل البسكوت جميل جدا جدا جدا. بنكمل كل الصاجات بتاعتنا وبنروح دلوقتي على الفرن. وادي كل الكميه اللي خرجت معايا من كيلو الدقيق. 3 صاجات، صاج 30 في 40 وصاج 40 في 40 وصاج كان حوالي 60 في 40. دلوقتي خلوا بالكم ركزوا معايا علشان هتكلم عن التسويه في فرن البوتاجاز او فرن الكهرباء او في فرن الغاز البلدي، فركزي معايا. لو هنستخدم فرن الكهرباء زي ما انا استخدمت، هتشغليها من قبل ما تدخلي فيها البسكوت بحوالي تلت ساعه من فوق ومن تحت. هتدخلي البسكوت بتاعك وتقفلي عليه، بقى بيستوي بياخد حوالي 20 دقيقة أو من 18 ل 20 دقيقة على حسب الفرن بتاعتك. بنشغل الفرن على حرارة 220. تمام. طبعا مع المتابعة لأن الفرن برضو بتختلف. أنا الفرن بتاعتي كانت الحرارة 220 كانت مظبوطة جدا. طيب لو هنستخدم فرن البوتاجاز والبوتاجاز بيشتغل من تحت بس، بنشغل الفرن طبعا برضو على حرارة 220 وبندخل البسكوت، وأول ما ياخد لون من تحت نشغل الشواية ياخد لون من فوق. في فرن البوتاجاز ممكن يطول شوية، يعني ياخد حوالي 25 دقيقة، من 20 ل 25 دقيقة. تمام. لو هنستخدم فرن الغاز، فرن الغاز دي بقى البلدي بنشغلها قبلها ب5 دقايق بس على نار عالية جدا. الفرن تسخن، بعد كده ندخل البسكوت نهدي النار خالص، وأول ما ياخد لون من تحت ومن فوق نخرجه. في فرن الغاز خلوا بالكم مش بياخد أكتر من 12 ل 15 دقيقة. وفرن الغاز يا جماعة كل ما لو انت عاملة كمية بسكوت كبيرة، تمام، والفرن فضل شغال فبيسخن قوي قوي قوي، فبعدين البسكوت ما بياخدش وقت كتير، فخلي بالك. تمام. الكميه اللي انتوا شايفينها دي مش من كيلو دقيق طبعا، اكيد انا عامله 25 بيضه، يعني كنت عامله حوالي 5 كيلو دقيق. طلع لي كل الكميه اللي انت شايفاها ديت. البسكوت هش جدا وفي منتهى الجمال، وهيطلع معاكم مظبوط جدا. محافظ على رسمته، هو بيفرش تمام، بيفرش بس بيفرش بشكل معقول. خلوا بالكم الفرن لو سخنه جدا البسكوت بيفتح، الفرن لو مش سخنه كفايه، يعني اقل من 220، البسكوت بيفرش برضو. فخلوا بالكم من كل التركات. اتمنى يا رب تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. قبل ما اختم معاكم عايزه اوريكم بس البسكوت من جوه. هفتح لكم البسكوت من جوه تشوفوه قد ايه هو هش وقد ايه هو مسامي. بصوا البسكوت هفتحه لكم من جوه شوفوه، وانتوا بتشوفوه بقى. بختم معاكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. جربوا الوصفه واتمنى تعجبكم، وتكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات وريفيوهاتكم، واشوفكم على خير قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.